بعض النساء وبعض الأولاد مع آبائهم ممن قل توفيق الله لهم. أنت متعصب، أنت متشدد، أنت متحجر، أنت من العصر الحجري، أنت ضيقت علينا، أنت ما تفعل الناس. هذا للمشايخ، هذا هم يطلعون في التلفزيون، وانظر إلى أحوالهم، وانظر إلى بيوتهم هؤلاء، وأنت ما عندك إلا هذا حرام هذا حرام. هذا موجود ويعرفه كثير منكم. لكن هؤلاء إنما نظروا إلى الدنيا، هم أقرب الناس إليك وأعرف الناس بك، ما يريدون إلا الدنيا، ما ينظرون إلى ما أنت تنظر إليه، ولا يخطر ببالهم، ما يخطر ببالك، فلذلك استثقلوك. هذا موجود في كثير من الأسر والناس، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. ويقول جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومع ذلك أمر بالصبر، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذه فتنة عظيمة. غربة صاحب السنة إذا وصلت إلى غربته في أهل بيته فهي والله المصيبة عظيمة.